بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه فيما يحبه ربنا ويرضى. الإخوان الأخوات، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من السيرة النبوية. من بعد ما هضرنا على التاريخ ديال العرب وهضرنا على النسب ديال النبي صلى الله عليه وسلم، وخضنا في التاريخ ديال العرب وديال الجزيرة كيف كان قبل وكيف ولا دابا. غادي نهضروا على واحد الفترة أخرى من بعد ما كبر النبي صلى الله عليه وسلم. هاد الحلقة هادي غادي تكون تتمة ديال هاد الحلقات هادو كاملين اللي دازو. داكشي علاش الا كنتي ما تفرجتيش في الحلقات اللي فاتوا الحلقات الاولى فما عليك انك تهبط للديسكريبسيون، غادي تلقى الحلقات كاملين باللينك ديالهم من الحلقه الاولى حتى لدابا. وبلا ما نطول عليكم ندخلوا ديريكت في التتمه ديال السيره النبويه لسيد الانبياء وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. حتى ناض الوليد بن المغيرة قال لهم انا اللي غادي نبدا. هز الفاس ديالو وبدا تيحفر، بدا بديك الحجره كيحفر وكيريب حتى عيا. وقال لهم دابا شنو، ما غاديوش تعاونوني؟ قالوا ليه ما غاديش نعاونوك، غادي نخليوك حتى الغد نشوفوك كي صبحتي. الا صبحتي مزيان راه غادي نجيو نكملوا ونجيو نعاونوك، الا صبحتي وقعت لك شي حاجه هذا لا، خلي داكشي هكاك وغنردوا الحجر لبلاصتو ونهنيو الوقت. وفعلا صبروا داك النهار كامل حتى واحد ما خدم وما خدموش. جا الغد ليه وفاق الوليد بن المغيرة وجاي خارج هز الفاس ديالو وتابعين ولادو حتى هما بالفاس ديالهم، وجاو تيحفروا شافوه الناس ما به والو وجاو تيعاونوا. بدا كلشي كيحفر وتيريبوا في الكعبه، لكن هما كيريبوا مخلوعين ومرعودين خايفين لا توقع لهم شي حاجه، باقي ما طمئنوش وكيدعيو تيقولوا يا ربي احنا راه ما جيناش بنيه خايبه، راه حنا جينا غير بنيه الاصلاح وبغينا غير نعاودوها. حنا راه ما بغيناش نهدموها اهانه ليها، حنا باغيين نهدموها غير باش نعاودو نصلحوها ونعاودو نبنيوها. وفعلا تهدمات الكعبه، لكن البني ديال الكعبه راه ما كانش كيف ما البني ديال الكعبه دابا، كان مختلف. كانت الكعبه عندها جوج بيبان، الباب الاول في البلاصه اللي كاين فيه دابا الباب، والباب الثاني كان في الجهه المقابله انفص مع الباب الاخر. هذا الباب اللي كاين انفص معاه كان باب اخر. كانوا البيبان بجوج، كانوا للارض، كانوا لتحت، ما كانوش للفوق، وكانوا بجوج محلولين. كانوا الناس كيدخلوا من واحد وكيخرجوا من واحد، كيف ما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري. كيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه من بعد ما فتح مكه، كيقول يا عائشه لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها 6 أذرع من الحجر، فإن قريشا انتقصتها حيث بنت الكعبة. هذا كان هو الوصف الحقيقي ديال الكعبة والوصف الصحيح. فاش قريش جات تبني الكعبه لقات باللي ناقصها الفلوس، والفلوس اللي جمعوا كلها قليله، ما تكفيش انهم يبنيوها كلها. كانوا بين خيارين، يا اما انهم يزيدوا الفلوس اللي مسخه على الفلوس اللي نقيه ويكملوا البناء ديالها، يا اما يبنيو داكشي اللي قادين عليه وداكشي اللي جمع عليهم الفلوس ويخليو داكشي اللي بقى من بعد. وفضلوا انهم يبنيوها ناقصه على انهم يبنيوها بداك المال المسخ، المال الخبيث. وقرروا انهم يبنيو اللي يقدوا عليه وصافي. هنا من بعد ما ريبوا كل شيء بداو كيشطبوا وينقيو البلاصه، وبداو كيزيدوا يحفروا باش يديروا ليها واحد الساس اللي صحيح مزيان. بقاو يحفروا حتى وصلوا لواحد الحجر في شكل، هذا الحجر خضار ومرتبط مع بعضياته، مهم في شي شكل ما عمرهم شافوا داك الشيء. واحد فيهم قال اجي نقلع كاع شي وحده، هو يضرب بالفاس ديالو وباغي يقلع ديك الحجره. مع يقلعوا ضرب واحد النور ملأ المكان كامل. داك الحجر الخضر تحته كان فيه واحد النور ما فهموش ديالاش. كيقولوا من كثرت ما داك النور مجهد، كان السيد اللي خدا المقلاع ديالو بغى يقلع ديك الحجره كان غادي يعمى، ما يبقاش يشوف. طار المقلاع من بلاصتو ورجعت الحجره لبلاصتها. هنا قالوا الاسياد ما تحركوهاش، خليو داكشي كما هو. حفروا البلايص الاخرين حتى وصلوا لذاك الحجر الخضر وهما يحطوا عليها الساس ديال الكعبه. هكا غاديين تيحطوا في داك الساس
حتى وصلوا لحجر الزاويه ولا حجر الاساس ولا داك الحجر اللي غادي يقوم عليه البناء. وداك الحجر كيف ما قلنا في الحلقات اللي فاتوا هو حجر الاسود اللي منه غادي يقوم البناء كامل ديال الكعبه. وهنا كل واحد باغي يكون هو اللي غادي يحط داك الحجر الاسود في بلاصته. والحجر الاسود هو من اعظم الاحجار اللي كاينين في الارض، ولكن في عقيدتنا كيبقى حجر وصافي، ما كينفع ما كيضر. كيف ما في الحديث الصحيح ان عمر كان غادي يبوس الحجر وهو يقول بالجهد والله الا عارفك حجر ما كتنفع ما كتضر، لولا انني شفت النبي صلى الله عليه وسلم كيبوسك والله ما كنت غادي نبوسك نهائيا. حنا كنبوسوا الحجر الاسود غير حيت النبي صلى الله عليه وسلم باسو وكنتبعوا الخطوات ديالو فقط، ماشي حيت كنترجاو منه شي حاجه ولا كنتسناو منه شي حاجه ولا عنده علاقه بالالوهيه، لا نهائيا. وعلاش اصلا النبي صلى الله عليه وسلم باس الحجر الاسود؟ غير حيت الحجر الاسود كان حجر من الجنه. هذا الحجر كان من الجنه ما كانش من الارض، وعنده قصه طويله وذكرنا في الحلقات اللي فاتوا كيفاش انه هذا الحجر وصل عند ابراهيم عليه السلام. وهذه مناسبه الا ما كنتيش شفتي ولا تفرجتي في الحلقات اللي فاتوا راه غادي نخلي لك اللينك في الديسكريبشن، دخلوا تفرج مع راسك باش تتبع معنا السيره ديال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. كانوا كيقولوا باللي الحجر الاسود فاش يلاه هبط كان بيض، لكن سودته ذنوب ديال بني ادم. وفي قصه ان الحجر الاسود بقى في الكعبه مده طويله حتى جاو القرامطه، وكانوا هاد القرامطه عصابه منحرفه سيطرت على الحجاز وسيطرت على مكه. وهاد القرامطه ما قال لهم راسهم غير انهم يديروا واحد الكعبه اخرى، وفعلا بناوها في واحد المنطقه سميتها هجر، كيقولوا باللي هي البحرين دابا. وفعلا بناو ديك الكعبه تما، وباش الناس تحج تما قرروا انهم يهرسوا داك الحجر الاسود ويديوه للكعبه ديالهم لديك الخربه اللي تما. وبقى عندهم 60 عام بالتمام والكمال. تناضوا اهل مكه وانتفضوا وتحاربوا معاهم وتقاتلوا معاهم وجراو عليهم ومشاو جابوا داك الحجر وردوه لبلاصتو. ولكن فاش جابوه مهرس، واللي شاف فيكم الحجر الاسود دابا غادي يبان ليه باللي هو حجر وملصق. داك الشويه الكحل اللي كتشوفوه هو الحجر، اما داك الشيء الاخر هو واحد العجينه لصقوه بها واستعملوها باش يجمعوا داك الحجر في بلاصه واحده. ما نطولوش ونرجعوا للقصه ديالنا. هما فاش وصلوا باش يحطوا داك الحجر الاسود في بلاصتو، كل واحد فيهم باغي انه ينال داك الشرف ديال الحجر الاسود، اكبر شرف. والمشكل هو مره في التاريخ، مره في الحياه غادي يكون عندك، ما يمكنش يكون عند واحد اخر من غيرك. السقايه والرفاده وغيرها كلها كتعاود، لكن هذا الشرف هذا ما يمكنش انه يتعاود، مره واحده كيكون. وفاش بدا النقاش وبدات المخاسمه وكبر الموضوع، ناضوا عبد الدار اللي هما اللي مكلفين بالكعبه وهما الحجبه ديال الكعبه. ناضوا وقالوا لهم حنا هما الحجبه ديال الكعبه، والله لا حط الحجر الاسود شي حد من غيرنا. وجابوا واحد الجفنه عامره بالدم وما يخشيو يديهم فيها وما يخرجوها وطلعوها للفوق. قالوا والله لا حط شي واحد الحجر الاسود من غيرنا الا بالدم. وبانوا مخزون فاش شافوا البلان حتى هما جابوا جفنه ديالهم وخشاو يديهم وهزوها وقالوا والله سيدي ما يحط شي واحد هذا الحجر من غيرنا حنا. صدقوا كاملين داروا نفس البلان وكلهم حالفين على حتى واحد ما يحط حجر الاسود من غيرهم. وفاش كبر النقاش وصافي مستعدين للقتل، وصافي الخوت راه معولين على المقاتله ومطايفه. هادو اي حاجه متعلقه بالشرف راه ما كيتفاهموش فيها نهائيا، مستعدين انهم يفنيو بعضياتهم على قبل الشرف. فهاد لا هادي كان واحد الشارف كيتفرج فيهم ومقابلهم، كيعاودوا عليه انه من المعمرين ديال مكه، وكان كبير بزاف، كان عمره واصل 120 عام. سميتو ابو اميه بن المغيره. قال لهم يا قوم علاش تفنيو بعضياتكم وعلاش تقاتلوا وتموتوا كاملين؟ لمن غتخليو مكه وانتم هما الاسياد ديالها وهذا. فعلا سمعوا ليه وتعاهدوا انهم يحكموا واحد من بين الناس يحكم ليهم، وتوعدوا انه باش ما حكم غادي يطبقوه بالحرف، ما غاديش يتخلفوا عليه نهائيا. وسولوا ابو اميه قالوا لي راه اتفقنا على الحكم
وقول لنا انت شكون هو الحكم اللي غادي يحكم لينا. قال لهم الحكم غادي يكون اول واحد غادي يدخل من باب بني شيبة، اي واحد دخل من هنا هو الحكم. وجلسوا كيتسناو شكون غادي يدخل. فهاد الاثناء ما يدخل غير النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم قالوا الصادق الامين الصادق الامين، رضينا رضينا. الى النبي صلى الله عليه وسلم رحنا موافقين عليه. الا كان محمد هو اللي غادي يحكم اي حكم كيف ما بغى يكون رحنا موافقين عليه. وهذا مشهد اخر على كيفاش انه كيقضي بين الناس وكيحكم بين الناس وكيفصل بيناتهم، وكيفاش انه قادر يذوب الخلافات ويصلح الامور. مسألة اللي ماشي سهلة نهائيا. اي غلط وخا صغير يقدر انه يحدث واحد المجزرة واحد المقاتلة بيناتهم. داكشي اللي كان فاش وصل عندهم سمع القصة ديالهم هو يحيد الثوب ديالو صلى الله عليه وسلم، حيدو ويحطو الارض ويهز باليدين الشريفه ديالو الحجر الاسود حطو فوق داك الثوب. واي فرع ولا اي قبيله ولا اي سيد كان في مكه عيط عليه، قال لهم كاملين غادي تهزوا هذا الثوب هذا، غادي تهزوه حتى البلاصه ديال فين غادي تحط الحجر الاسود. داكشي اللي كان كلهم اي واحد فيهم كلهم شاركوا في الهزان ديال داك الحجر الاسود. وجا النبي صلى الله عليه وسلم هز داك الحجر هو يحطو في بلاصتو. فاللي حط الحجر الاسود في بلاصتو فهو النبي صلى الله عليه وسلم. بهكا فنار الفتنه وديك العافيه اللي شعل بيناتهم، وبهكا كذلك نال داك الشرف اللي كيتقاتلوا عليه كاملين وهما راضين عليه، وبعدهم على الخصام اللي يقدر انه ينتج على واحد الكارثه كبيره الحكمه ديالو صلى الله عليه وسلم. عاودنا بعض الامور اللي سبيسيال اللي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه. اما من غير دوك الحوايج فكانت حياته صلى الله عليه وسلم قبل البعثه كانت عاديه تماما، ما كان فيها حتى شي حاجه اللي في شكل، الا في الايام الاخيره قبل البعثه، او لا بالضبط العام الاخير قبل البعثه. في دوك الايام اللي قبل البعثه كان ولا تبلا بالتعبد وحبب ليه الله التعبد، وكان تيمشي للخلاء بوحدو وكيتعبد. كان في دوك السنين الاخيره اللي قبل البعثه انه كل عام كان تيدير واحد الوقيته وتيمشي لغار حراء. فعادتنا كتكون الكهوف كبيره وداخله بزاف، لكن غار حراء كهف صغير بزاف، الى هز غادي يهز واحد الشخص ولا جوج ديال الاشخاص على ابعد تقدير. وكان غار حراء كان في واحد الجبل اللي بعيد وصعيب انك توصل ليه الا بواحد المشقه. كان صلى الله عليه وسلم كيبغي يمشي بوحدو وكيمشي وكيتعبد الله سبحانه وتعالى تما. هاد الغار كان صغير بزاف وعنده جوج ديال المخارج، ماشي مخارج ولكن عنده واحد الجهه كتدخل منها، واحد الجهه كاين واحد الحفره صغيره كتطلع للكعبه. كان هو تيمشي لتما تيبقى جالس وكيتعبد وكيتمنظر في الكعبه وكيبقى بوحدو تما الايام. كما قلنا مره كل عام كيدير وقيته وكيمشي لغار حراء، كيمشي تيتعبد وكيترولاكس تما بوحدو. واغلبيه هاد الوقيته فاش تيمشي لغار حراء تتكون في رمضان. كان تيمشي كل عام وما كيجلسش بزاف، كيجلس غير شي ايام وتيرجع في حاله. لكن داك العام بالضبط ديال اللي بعته جلس تما شهر كامل. كان كيجلس ايام معدوده، لكن كما قلت لكم داك العام جلس شهر كامل. كان مره تيهبط لمكه تيطلع على عائلته وعلى ولادو وتيدي ما ياكل ويرجع. وفي هذا العام الاخر فاش يكون راجع لمكه ديما كيسمع واحد الصوت تيقول ليه السلام عليك يا رسول الله. ديما كل مره كيسمع ديك السلام عليك يا رسول الله، تيدور ما تيلقى حتى شي واحد. دخلوه التناوي تيقول شنو هادشي، واش حماقيت واش. المهم ديما كيسمعها. وقال صلى الله عليه وسلم من بعد البعثه سول جبريل قال لي كنت قبل البعثه كنت تمشى وكان اللي تيعيط عليا السلام عليك يا رسول الله، وتنظر ما تلقى حتى شي واحد. شكون هادو وشنو كيفاش قصتها؟ هنا قال ليه جبريل عليه السلام هذا غير الشجر والنباتات والحجر كيسلموا عليك يا رسول الله. وقع عليه واحد الامر اخر قبل البعثه، هو انه ولا كيشوف الرؤيا هي ديك الرؤيا اللي متشابهه للحقيقه.
غير تيحلم لغد ليه تيفيق مع الصباح تيوقع داك الشيء اللي حلم به بالتمام والكمال كيف ما هو. هذه اللي كتسمى الرؤيا. كتقول عائشة رضي الله عنها أنه هذا الرؤيا الصادقة راه من العلامات ومن المؤشرات ديال النبوءة. والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول أن الرؤيا الصادقة هي جزء من 36 جزء من النبوة يهديها الله لمن يشاء. هذا الرؤيا الصادقة كتعتبر وحده من بين الشروط اللي خص يتعطاو لك باش انك تكون نبي، وكيهديها الله اللي بغى من عباده. كانت هذه هي حياته صلى الله عليه وسلم توصل ذاك اليوم المشهود اللي غيجي وغيغير التاريخ ديال المسلمين وديال البشر وديال الارض كلها. والتقال والرأي الارجح هو هذا النهار كان ليلة 27 من رمضان، في النهار ديال البعث او ديال الرسالة. كيقول صلى الله عليه وسلم كنت جالس في غار حراء كنت تعبد، في واحد اللحظة هو يدخل عليا واحد الراجل ما عرفتو منين خرج ليا. جا جبريل بصفة راجل ما جاش بصفة ملاك. كيقول جا عندي واحد الراجل زوين ولابس الابيض وهز واحد التوب في يديه من ديباج. الديباج هو الحرير. هز واحد التوب من ديباج ووسطو كاين واحد الكتاب. فجأة تبان عندي هذا الراجل وخلعني هكا بلا حس بلا إشارة، خرج من العدم. خرج عندي هذا الراجل وخلعني وانا خايف، وهو جاي لجيتي جاي قاصدني. هو يعطيني داك الكتاب وقال لي يا محمد اقرأ. وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما انا بقارئ، اللي زعما انا ما قريتش. كان صلى الله عليه وسلم امي ما تيعرف لا يقرا لا يكتب، كون بصح كان تيعرف انه يقرا ويكتب وانتهموه وقالوا لي راه انت بوحدك اللي كتبتي القرآن الكريم. ولكن كلهم كانوا عارفين انه ما عمره ما قرا، ما عارف لا يقرا لا يكتب. وكيقول صلى الله عليه وسلم انه فاش قال لي اقرأ وقال لي ما انا بقارئ اللي فغثني غثة، كانت روحه صلى الله عليه وسلم غادي تخرج. قال باللي عنقني واحد التعنيقه حتى كانت الروح ديالي غادي تخرج. وهو يعاود قال ليه اقرأ، ويقول لي تاني النبي ما انا بقارئ، وهو يعنقو تاني مره اخرى بالجهد، عنقو تبغى تخرج روحه مره اخرى. هو يعاود يقول ليه اقرأ، ولا مرة الثالثة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما انا بقارئ، هو يعنقو تاني المرة الثالثة بنفس الطريقة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا الخوف وخاف بزاف، وعاود تاني من بعد ما عنقوا المرة الثالثة هو يقول ليه يا محمد اقرأ. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بدل الجواب دياله وقال ليه ما أقرأ، شنو بغيتيني نقرأ؟ جبريل عليه السلام قال ليه اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. حتى لهذا الحد من سورة العلق 5 الآيات صافي، ما زاد عليهم حتى شي حاجة أخرى. وهادو كانوا هما أول آيات نزلوا من السماء، وكان في ليلة القدر في رمضان. إنا أنزلناه في ليلة القدر في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كيقول النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما قرأت هاد الآيات هادو اختفى الراجل صافي، ما بانش ليا. ومن طبيعة الحال خاف النبي صلى الله عليه وسلم واحد الخوف شديد. ما يمكنش انك تكون جالس ديما تجلس تما ما عمر شي حاجه وقعت لك حتى هاد المره خرج لك واحد الانسان وقال لك هادشي وقع لك هادشي كامل. فعلا تخلع. وتا خديجه بقلب المراه المؤمنه والصالحه والصادقه لراجلها حسات باللي وقع شي حاجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تصيفط الغلمان ديالها لغار حراء يشوفوا مال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي في هذا الوقت فاش وصلته هذه الرساله هذه تم خارج من غار حراء كيجري. وصلوا الغلمان ديال خديجه وصلوا لغار حراء تيقلبوا ما لقاو حتى شي واحد، لكن هو في ذاك الوقت كان كيجري غادي لمكه وهما كيقلبوا عليه في اي بلاصه ما لقاو والو. في طريقه لمكه وهو يسمع واحد الصوت من السماء تيقول ليه يا محمد. قال وانا نهز راسي للسماء
الا وانني غنتصدم بواحد المنظر، اعجب منظر ممكن انه يشوفه الانسان ولا اي مخلوق على وجه الارض.